السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ما قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم كيما العاده نبداو نهارنا بالصلاه والسلام على حبيبنا المصطفى. واش راكم خياتي؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كيفاش راكم دايرين مع الدخول المدرسي؟ ربي يوفق ولادنا وولادكم ان شاء الله يا رب العالمين. المهم البنات، طليت عليكم بهذا الروتين الخفيف، على بالي بلي فرحتوا بزاف كي وليت لي جام البنات جام باش يطلع لها فيديو لواحد اخرين. الروتينات تاعي البنات ان شاء الله يكونوا مختلفين. معناتها كاين حاجات الانسان ما كلاه يصورهم، كاين حاجات ما حاش يزيدوا ولا ينقصوا في القناه. باذن الله نحط لكم محتوى نقي، محتوى يعجبكم، والاهم الحاجات اللي تحوسوا عليهم تصيبوهم عندي. بديت معاكم لا فيديو بحاجه حلوه، ربي ان شاء الله يحل اياماتكم ويخليكم دايما حلوين ومهنيين. قولوا خياتي امين. المهم خياتي، ما تبخلوش علينا بهذاك الجام، برك نشوفوا التشجيعات منكم. شوفوا يا البنات هاد التحفه الفنيه خرجت بسم الله ما شاء الله. كان عندي عرس وجدتها عمرتها هكذا في البواط، والله ما كنتش حنصور دقيقه الاخرى. قلت نصور اليوم روتين، نجبد شويه مقاطع من باش ندير لكم فيديو. اليوم اول نهار تاع الدخول المدرسي، معناتها كملت شغلي، عاودنا ولينا لواحد الروتين. 4 شهور وحنا روتينات تاعنا مختلفة. اليوم راني حاسة بواحد التعب، راني حاسة كيما يقولوا بزاف حاجات تبدلوا في النهار تاع اليوم. دوك نعاودو نولوا للسوجي ان شاء الله. المهم خياتي، شوفوا هاد التكشيطه اللي لبستها في العرس شحال شابه. اذا عجبتكم كتبوا لي في لي كومونتير. هكذا رحت للمحل تاع صاحبتي الدقيقه الاخرى، جبت التكشيطه، جبت الصباط، لي زاكسيسوار وجيت. والله دقيقه الاخرى هكذا تجي حلوه، تكوني موجده شحال من حاجه. دائما الانسان يلبس واش كتب له ربي سبحانه. وكتبوا لي في لي كومونتير اذا عجبكم البنات. كيما راكم تشوفوا نحب هاد الالوان، كيما الاورانج، الفيغ، الالوان الفاقعه. شوفوا شحال يبانوا شابين هكذا في وسط الصاله. تعرفوا الصاله تكون فيها بزاف ضواوي وكامل يبان تحفه، الله يبارك. المهم كيما راكم تشوفوا البنات، صورته لكم يعني اللي يسكنوا قراب ليا ويحبوا يكروا. تعرفوا المحل تاع صاحبتي جاي في بغليه، عندها اروع الموديلات اللي حبيتوها، صواغي، القفاطن، يعني حاجه تاع تصديره، لي زانفيتي، اي حاجه حبيتوها تصيبوها، سورتو لي زاكسيسوار وهاد الحاجات، يعني خيري واختاري. المهم درت لهم هاد لي زاكسيسوار كيما راكم تشوفوا على حساب اللون، ما حبيتش ندير لون واحد اخر. عفوا، حبيت كل حاجه تتشبه لبعضياتها، على جال القفطان فيه بزاف الوان كيما راكم تشوفوا. حتى المحزمه البنات ماشي هذه اللي درت، يعني هذه برك صورت بها. شوفوا يا البنات، هذا صورت لكم مور العرس. الظفر هذاك ما حبش يطير، اللي عندها معلومه كيفاش نطيرو تقول لي. درت له شويه تاع سوبر جلو. ظفرتي نحيتهم كامل نورمال، كي خلاص العرس جيت نحيتهم. هذا ظفر راني في يومين يا البنات نعاني منه، ما نكذبش عليكم. كيما درت له ما حبش يتنحى. اللي عندها معلومه درت له مسخون، درت له سبحان الله. والله يا البنات راني نهضر معاكم ونطير فيه الهطار. ما كلا تمدوا لي معلومه، بقيت موراه حتى نحيته. ما قدرتش نخدم به شغلي، ما تقدريش تصلي به، ما تقدري ديري حتى حاجه، يعني تحسي بلي عندك جبل فوق ظهرك. نحير فيهم هادوك اللي يديروهم ويخدموا بيهم ياكلوا بيهم، يعني هالشهر كومبلي وهما دايرينهم. الله المستعان وخلاص. المهم وتمرميده، حكولي تمرميده تاع مور العرس، احكولي على تمرميده كي تولوا من العرس. الدار كامل حوايج في الارض، السيشوار اللي سور. مالكري البنات انا رحت الحفافه، ريتات خليتها في الدار ما ديتهاش. تحب تماكي لروحها، ريتات تعرف بزاف تماكيي سورتو لروحها هي. انا رحت الحفافه، ماكيات لي وخدمت لي كامل شعري بيان. عجل العرس تاع جيراني ونحب هكذا. الانسان يحب يبان شويه. المهم انا كنت خليتها ورحت هنا. صبت الحاله واش نحكي لكم، ليمتهم كامل. دوك نديهم الصال دو بان، نستف كل حاجه في بلاصتها ونرجعوا الدوزان لبلاصتو. هذا هو البنات. صبرت معاكم، حطيت التليفون باش نكمل تمتم على جال اليوم اول نهار تاع الدخول المدرسي. خدمت هذاك الروتين على جال. شوفوا يا البنات في لي فاكونس
كنت كل حاجه ريتاش ديري لي هذه ريتاج نوضي سيقي نوضي غسيل الماعن. قلت لها خلاص انت يا نوبتك في لي فاكونس وانا نوبتي نوعدك كي تولي للمدرسه تقراي، كي تجي من المدرسه يا لو كان حاجه صغيره ما ترفديهاش تصيبي كلش في بلاصتو. حبيت هكذا كي تجي تصيب الدار نقيه كل حاجه في بلاصتها، الغدا واجد. رحت للشجره كيما راكم تشوفوا، نحيت حبيبات قارص، هي تحب هذوك الاجواء كي تجي مليكول تصيب هذاك العصير تاع القارص موجد فوق الطبله، تحب حاجه بسيطه تفرحها. المهم نخليكم البنات تسمعوا شويه زقزقه العصافير ونعاود نولي ليكم وتشموا شويه هو معايا. شفتوا يا البنات الكالم واش نحكي لكم، تخرجي لبرا تنسي روحك. رحت على دقيقه صبت روحي نحي في التوت نشوف بقيت ندور. المهم عاودت وليت للدار، كنت خدمت كامل شغلي يعني طيبت غدايا الحاله كل حاجه في بلاصتها. جبت هكذا حبيبات تاع القارص، راه خضر مي معمر بالماء الداخل جبتو كامل نمل. المهم قلت نوجد هكذا عصير الليمون، درت شويه تاع الكباب، راني نسنى الدجاجه تولد لي باش ندير بها حبيبات تاع البيض تولد تبيض. المهم ما كانش عندي البيض باش نديرلو. المهم خياتي هنا نشارك معكم العصير على بالي بلي تحبوه مع الشتاء وكامل فيتامين سي ينفعكم بزاف بزاف. المهم هنا نشد حبيبات تاع القارص تاعي كيما راكم تشوفوا نحي لها لوزاز تاعها، نحو لها غير هذاك الفوقانيه البنات ما نلحقوش القشره هذيك البيضه باش ما يجيناش مر. هكذا نحي لها شويه لوزاز تيمد بنا في اسمه في العصير تاعنا. نضيف لهم 8 مغارف تاع السكر، انا حندير ريتله ونص برك يعني ندير صباح ريتله ونص وغدوه من داك ندير ريتله ونص، ما نحبوش يبات في الثلاجه يولي مر. نحب ندير قرعه نشربوها مر الغدا ولا على العصر ومن بعد غدوه ان شاء الله نزيد نكمل الباقي. هذه هي، والشجره راهي غير هنا نحي موك تحتاجت. هنا ندير هذوك 8 مغارف تاع القارص وريقه تاع النعناع، حتى النعناع صبت ورقات صغار مازال ما بداش يكبر بيا. رحت سقيته، عندي مده ما سقيتوش على بها ما كبرش، رحت سقيته كامل. ودرت هذاك لوزست مع لوزست مع السكر والنعناع، خلطهم مليح بالمغرف باش يتنكه هذاك السكر، باش كي يذوب السكر يجي منكه بالنعناع وبالبلوزاز تاع القارص. هنا عصرت 6 حبات تاع القارص كيما راكم تشوفوا وضفتهم للعصير واسمو للسكر تاعي كيما راكم تشوفوا البنات. انا هاد الوصفه ما نستغناش عليها، شوفوا كاين بزاف وصفات في اليوتيوب وتجي شربت الله الله، مي هذه هي البنات شوفوا سهله وبنينه وتحسي بلي راكي تشربي حاجه طبيعيه، مي فيه سكاكر ما نكذبوش على بعض. مي انا نديرو قارص نخليه يعني فيه القروسيه 8 مغارف سكر ما يجيناش حلو على جال كمية تاع القارص شوية كبيرة. المهم هنا خلطته مع هذاك، درت القارص مع السكر خليت هذاك السكر يذوب شوية ومن بعد نضيف له ريتله حتى ريتله ونص تاع الماء ونخليه يذوب بيان ومن بعد نصفوه ونشربوه. هنا كيما راكم تشوفوا قلت الحالة راهي نقية، نشللهم يعني نقاية كيما شفتوا غير تاع
غير تاع اللي خدمت بيهم، شللتهم وحطيتهم يقطروا هكذا باش ما يتلايموش علينا الماعن. كنت نريح ساعة ولا زوج ما قبل ما تجي ريتاج، ما على باليش وحده نحب نريح وحدي لو كان ساعة ولا زوج في النهار، مالغري عندي غير وحدة مي نحب نريح ساعة ولا زوج وحدي، ما نسمع لا خبيط تاع الباب لا تلفزيون يخبط والو. المهم خياتي كيما راكم تشوفوا هنا حركته كل مرة نروح نحركه باش يذوب هذاك السكر، والساشية تاع تاع لابوبال أعزكم الله اللي تعرفوا الفكرة تاعي دايما فوق البوطاجي، غير نحسها تعمرت شوية نغلقها ونخرجها، هكذا نخدم بالنقام يا البنات شحال تساعد ننصحكم بها. هنا درت ريتلا ومن بعد كي نذوقو نزيد الماء على حساب واش يحتاج. هنا نخلطو حتى يذوب السكر ونصفيوه ونشربوه. ديت معايا كاس للشومبرا بعد تعب نهار كامل تاع طياب والشغل وكامل، والله يروح للقلب يا البنات. المهم ما تبخلوش خياتي عليا بجام هكذا، كي نشوف لي جام تاعكم طالعين نتحفز معاكم، شحال راني فرحانه كي نحيت هذاك الطفر وكتبوا لي واش راكم حابين تشوفوا، هاوليك الكباب تاعي راه طايب، كي تجي برك ريتاج ولا جات على الغدا نتغداو به، اذا جات على العشاء كما يقولوا ما جات حتى شدوهم حتى العشيه كامل نخليه العشاء. هذه هي انا كي نكون وحدي في الدار البنات ما نحوش نتغدى ولا، المهم يكون راه واجد اللي جا ياكل. هنا شوفوا البنات العصير تاعي والله جا واش نحكي لكم منعش يا البنات، واحد القروسيه تروح للقلب يهبل. هذه هي خياتي، ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو خفيف ظريف على السريع، يعني ما صورتش حاجه كبيره مي ما حبيتش نطول. مع السلامه.